اتنين من الشباب كانوا ماشيين في الطريق كده، وانا دايما بحب القصص الواقعي. اتنين من الشباب ماشيين مع بعض، فأذن لصلاة الفريضة، فنظر أحدهما للآخر وقال: يا صديقي يلا بينا نصلي. قال له: لا أنا مش هصلي. قال له: يا أخي هذه صلاة فريضة في رقبتي ورقبتك ولا بد أن نصليها. قال له: لا أنا مش هصلي. بينما هما يتكلمان حتى وصل أمام باب المسجد، فصاحبه بيكرر الكلام تاني، بيقول له: يلا. قال له: يلا إيه؟ قال له: يلا نصلي، احنا وصلنا المسجد. قال له: الله، مش أنا قلت لك أنا مش هصلي؟ عايز تصلي خش صلي. قال له: طب أنت هتعمل إيه؟ قال له: والله ما أنا داخل المسجد. عايز تصلي خش صلي. قال له: طب أنت هتعمل إيه؟ أنا عايز أعرف. أنا هخش أصلي، أنت هتعمل إيه؟ قال له: هفضل واقف بره مستنيك. فصاحبه تعجب، قال له: يا أخي بدل ما تقف بره ادخل اقف جوه، اتوضى كده وانضف كده وقف بين يدي الله كده وصلي كده عشان قلبك يطهر. قال له: والله ما انا داخل الجامع، خش صلي. المهم صاحبنا دخل يصلي وده واقف متذنب بره. عايزك تخيل مشهد عجيب جدا، ده بيركع ويسجد بين يدي الله ويستمتع بالصلاه، وده واقف على رجليه متذنب بره. المهم بعدما انتهت الصلاه صاحبنا ده قام عشان يخرج لصاحبه، فالامام اللي كان بيصلي امسك الميكروفون، المايك يعني، والقى على الناس محاضره. فصاحبنا اللي قام ده يخرج لصاحبه ولا يقعد يسمع؟ قعد يسمع، اختصار يعني. المهم الراجل بيتكلم في المحاضرة عن الله وعن رسول الله وعن الهداية وعن القرآن، وصاحبنا ده قاعد بيستمتع بهذا الكلام وده واقف متذنب بره. العجيب أن هذا الإمام أطال جدا في محاضرته. المهم فين وفين لما خلص المحاضرة، المهم صاحبنا قام عشان يخرج لمين؟ لصاحبه. فوهو خارج لصاحبه، صاحبه اللي كان واقف بره بقى كان واقفا غضبانا به غضب لا يعلم قدره إلا الله، واقف غضبان جدا ومتضايق جدا. أول ما شاف صاحبه اللي كان بيصلي قال له: إيه يا أخي لماذا لا تريد أن تخرج؟ المساجد كلها خلصت صلاة، الناس روحوا بيوتهم، لماذا لا تريد أن تخرج؟ قال له: أصل ما كانش راضي يخرجني. قال له: هو مين اللي ما كانش راضي يخرجك؟ قال له: اللي ما كانش راضي يدخلك. لا إله إلا الله. يقصد من؟ يقصد رب العالمين. قال له: لما جيت أقوم عشان أخرج لك أما قعدني تاني أسمع كلامه. قال له: مين اللي ما كانش راضي يخرجك؟ قال له: اللي ما كانش راضي يدخلك. أنا عايز أقول لك، اسمع الجملة دي كده، افتح قلبك كده، جملة صعبة شوية معلش. لو أنت بتكره واحد مش هتدخله بيتك. عمرك شفت واحد بيكره واحد يقابله في الشارع يقول: أنا عايزك تيجي معايا في البيت، أنا عازمك عندي في البيت، عايز أقعد معاك؟ لا، ده لو شاف واحد هو زعلان منه أو بيكرهه يحود من الشارع التاني. ولله المثل الأعلى. ربنا بيكره. الله سبحانه وتعالى قال: كره الله بعثهم فثبطهم لا يريدهم. ليه؟ هم اللي عملوا كده. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.